الفنانة السورية صباح الجزائري وبناتها الفنانات وأسرار لا تعرفها عن حياتها. الفنانة صباح الجزائري فنانة سورية شهيرة سجلها حافل بعشرات الأعمال الفنية ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، لكن دورها الأبرز شخصية أم عصام في مسلسل البيئة الشامية الشهير باب الحارة، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة الشهيرة سامية الجزائري التي ساندتها ودعمتها فنيا عندما بدأت مشوارها الفني وهي ابنة 17 عام. وكانت أولى أعمالها في المقلب في المكسيك وأحد عروض مسرح الشوق ومسلسل صح النوم، وجميعهم من بطولة الفنان السوري دريد لحام. وتمتعت الفنانة السورية صباح الجزائري بموهبة فنية لافتة وجمال عربي مميز، فلقبت في البدايات بلقب سندريلا الشاشة السورية. وجزء من هذه الموهبة ورثتها ابنتيها الفنانتين رشا التقي التي جسدت شخصية هدى في مسلسل باب الحارة، وترف التقي التي تسير على نهج والدتها. ولدت في 23 من شهر يناير وذلك في عام 55، فهي تبلغ من العمر 68 عام، وهي من مواليد مدينة دمشق في سوريا، وهي الشقيقة الصغرى للفنانة السورية سامية الجزائري، وابنة عمها هي الممثلة نبال الجزائري. والفنانة صباح الجزائري تزوجت من الفنان السوري دريد لحام وانفصلت عنه بعد شهرين، وتزوجا بعد قصة حب جمعت بينهما. وكان الفنان دريد لحام في ذلك الوقت متزوجا من زوجته السيدة هالة بطار أم أبنائه. زواج الفنان دريد لحام والفنانة صباح الجزائري لم يستمر طويلا، ثم تزوجت صباح من خارج الوسط الفني من رباح التقي، ورزقت منه ب3 أبناء هم رشا وكرم وترف. كشفت الفنانة صباح الجزائري خلال استضافتها في برنامج أنها تعرفت إلى زوجها اللبناني السيد رباح التقي، وكان بينهما إعجاب متبادل، فبادرت هي باقتراح الزواج. وأوضحت صباح أنها انتظرت منه أن يبادر بطلب يدها لكنه لم يفعل. وتعترف صباح الجزائري بأنها امرأة جريئة ومبادرة، فقامت هي بعرض الزواج عليه. وتابعت الفنانة السورية صباح الجزائري أن تعارفهما قبل الزواج كان إعجابا وقبولا، بينما بعد الزواج عاشا مشاعر الحب الحقيقي وأنجبا 3 أبناء، ويعيشان الآن حياة مستقرة، وقد أصبحا جدين للحفيدين محمد وجود. وعن مشوارها الفني، فقد بدأت الفنانة السورية صباح الجزائري مسيرتها الفنية في بداية فترة السبعينيات عندما شاركت لأول مرة في فيلم مقلب في المكسيك، ثم شاركت في مسلسل صح النوم والذي تم عرضه في عام 72 أيضا. وفي العام التالي شاركت في مسلسل ملح وسكر والذي تم عرضه في عام 73، كما شاركت في فيلم ذكرى ليلة حب، وتوالت أعمالها الفنية المتنوعة. وقدمت صباح بعد ذلك مسرحية بعنوان ضيعة تشرين، وذلك مع الفنان القدير دريد لحام، والتي تم عرضها في عام 74. ثم قدمت دور في فيلم الغجرية العاشقة والذي تم عرضه في عام 74 مع الفنانة سميرة توفيق. أما آخر أعمالها الفنية فكان مسلسل الثمن من بطولة باسل الخياط ورزان جمال وغيرهم من الفنانين. وكانت قد احتفلت الفنانة السورية صباح الجزائري مؤخرا بعقد قران نجلها كرم التقي على حبيبته، وهي فتاة لبنانية من خارج الوسط الفني تدعى حنين ضو. ونشرت الفنانة صباح الجزائري صورة لنجلها كرم برفقة خطيبته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، متمنية لهما كل السعادة والحب.